Kur'an-ı Kerim yarışmamız bitmiştir. Birbirler ismini çakırma nefise teyar olursanlar. Özel Yemenliler Milletler Arası Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şerife Ahmet İbrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sual. Bu hadisni to'liqlaysiz. Hadisninki 5-dan tartib gapiramiz. Oyoqlashgan chog'da to'liqlaysiz. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد حتى متى يجيء المطر. İkinci sual. Bu hadisninki bu hadisden sizge nemisini deb beraman. Hadisninki ravisini hadisning mashhur jumla deb beraman, siz hadisni nima qilsiz? Ravisi bilan birga to'liqlaysiz. Tushundingizmi? Hadisning mashhur jumla deb beraman. أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. عن علي بن طالب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مولي يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله razı olsun. Üçüncü sual. Babni deb beraman va babdiki kimning hadisi ekanligini deb beraman, siz to'liqlaysiz. Tushunishliqmi? Bab al-mayyitu yu'radu alayhi bil ghadati wal ashi. Abdullah ibn Umarning hadisini to'liqlang. باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. عبد الله بن عمر من حديثنا طلبنا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة من أهل الجنة وإن كان من أهل النار من أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Dördüncü sual.
Birinci sualga o'xshab ketadi. Ya'ni hadisning ravisini va 5-ni siz to'liqlaysiz. 4-savolga diqqat qiling. An ibn Umar radhiyallohu anhuma qala فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من تمر زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر أو ساعا من شعير على العبد والحر وعلى الذكر والأنثى وعلى المولود والبليغ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين والصغير والكبير من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تعدى قبل صلاة الفطر. تمام. 5 sual. 5 sualga diqqat qiling. 5 sual 2 sualga o'xshaydi. Hadisdagi mashhur jumladan biriman siz to'liqlaysiz. Ravisini shu. Bismillahirrohmanirrohim. Laysa min baladin illa sayataquhu ad-dajjalu illa Makkah wal Madinah. ليس من بلد إلا سيتوه الدجال إلا مكة والمدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال ليس من بلد إلا سيتعوه الدجال إلا مكة والمدينة وعليها لها 7 ليس لها من نقابها إلا ملك ليس لها من نقابها نقب إلا ليس لها من نقابها ند إلا ولها ملائكة إلا وعليه ملائكة صافين يحرسونها إلا وعليها ملائكة صافين يحرسونها تمام الله razı olsun